أهلا بيكوا في قناة صوت من زمن جميل. النهاردة معادنا مع حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي الجميل العتبة إزاز، الحلقة الأولى. ويلا بينا نرجع لصوت الزمن الجميل. ادخل يا فندم. نعم. التقارير يا فندم اللي قلت لي خلصها. وفين الموظف الجديد اللي قلت لك تبعتهولي؟ ما جاش ليه؟ قلت له يا فندم وجاي حالا. الساعة كام دلوقتي يا أستاذ؟ الساعة يا فندم 10:30 و3 دقايق يا فندم. يعني خدت 3 دقايق زيادة عن الميعاد المحدد. أنا قايل لك يا أفندي التقارير دي تخلصها في نص ساعة، يعني 30 دقيقة. ما جبتهمليش ليه بالظبط بعد 30 دقيقة؟ ما هو أنا يا فندم أنت تنكتم. أما أقول دول يخلصوا في 30 دقيقة وتجيبهم بعد 33 دقيقة تبقى موظف مهمل، موظف متراخي، موظف متكاسل، موظف متقاعد. ادخل. صباح الخير يا فندم. نعم. أنا يا فندم. أنت إيه يا أفندي؟ حضرتك جاي تعطلني؟ مش شايفني منشغل؟ مش شايفني منهمك؟ لا مؤاخذة يا فندم، حضرتك اللي بعتلي. بعتلك تقوم تخش وتقف ساكت لحد ما اخلص اللي في ايدي، وبعد ما اخلص اللي في ايدي واقول لك نعم تبقى تتكلم. حاضر يا فندم. ايوه يا استاذ. نعم. أنا يا فندم. انت تتكتم. انا بكلم اللي فندم اللي واقف جنبي. متأسف يا فندم. لما بقول لك انت نعم تبقى انت اللي تتكلم. حاضر يا فندم. ايوه يا استاذ. نعم. ما بتردش ليه يا افندي؟ ما أنا يا فندم مش عارف إذا كانت نعم دي ليا ولا للأستاذ. تبقى حضرتك غبي لاني لسه ما خلصتش الشغل مع الافندي، يعني نعم تبقى موجهه للافندي. حاضر يا فندم، متأسف. اتفضل بقى يا استاذ اتكلم. نعم. أنا يا فندم. لا مؤاخذة يا فندم. اتكلم يا افندي. ما عملتش حسابك ليه وضيعت 3 دقايق من وقت المصلحه؟ معلش يا فندم أنا متأسف. مفيش حاجه هنا اسمها متاسف يا فندم. اخرس. لازم تعرف يا افندي ان وقت المصلحه ثمين، ولما كل ساعه من وقت المصلحه يضيع منها 3 دقايق يبقى بنضيع في اليوم 24 دقيقه، يعني بنخسر في الشهر 24 في 30 ب 720 دقيقه، يعني يبقى في خساره في السنه 720 في 12 ب 8640 دقيقه. نقسم 8640 على 60 يبقى في خساره 144 ساعه، وال 144 ساعه دول يكلفوا الدوله حوالي 2880 جنيه، ولما حضرتك تضيع على الدوله 2880 جنيه تبقى موظف مختلس، يعني تتقدم للمحاكمه وتاخد 6 اشهر، وعشان كده بدل السجن 6 اشهر هتاخد خصم يومين. اتفضل مع السلامه. متشكر يا فندم. ما تنساش تبعت لي الموظف الجديد. ما هو ده يا فندم اللي واقف قدام حضرتك. طب مع السلامه انت. حاضر يا فندم. انت الموظف الجديد؟ أيوة يا فندم. ولما بعت لك يا افندي ودخلت ما اتكلمتش ليه؟ واقف ساكت ليه؟ ما أنا يا فندم جيت أتكلم، قلت لي حضرتك استنى لحد ما تقول لي نعم أقوم أتكلم. ايوه عشان هنا في نظام. حاضر يا فندم. اتفضل بقى اتكلم. اسمك ايه؟ عبد الحفيظ يا فندم. نعم. بتقول اسمك ايه؟ عبد الحفيظ عبد القوي يا فندم. ايه البغبغه اللي بتقولها دي يا استاذ؟ انت مركب طقم اسنان في عاهه في لسانك؟ لا يا فندم. يبقى وضح الفاظك وما تحرقش دمي. افندم اسمك ايه؟ عبد الحفيظ عبد القوي المراجيحي. المراجيحي؟ يعني جدك اسمه المراجيحي؟ لا يا فندم، ده لقب العيلة. والمراجيحي دي جات لكم منين؟ حد من جدودك كان بيشتغل بتاع مراجيح؟ لا يا فندم، احنا اصل بلدنا اسمها كفر ابو مرجيحة، عشان كده عيلتنا مشهورة باسم المراجيحي. ولما سألتك عن اسمك ما قلتليش ليه كده على طول عبد الحفيظ سليمة وواضحة بدل عبد الحفيظ؟ اصل لما اقول يا فندم عبد الحفيظ كده هتاخد وقت، فبختصرها علشان ما اضيعش وقت المصلحة، لان الفرق بين عبد الحفيظ وعبد حفيظ حوالي 5 ثواني، وال5 ثواني في الشهر يعملوا زي 5 6 ساعات، و5 6 ساعات من وقت الحكومة بحوالي 80 90 جنيه، ولما اضيع 80 90 جنيه من فلوس الدولة ابقى موظف مختلس واخد فيها 6 اشهر بس يا فندم. باين عليك موظف كويس ونشيط. شكر قوي يا فندم. وباين عليك كمان انك مهذب. ربنا يخليك يا فندم. انما علشان وقفت دلوقتي تلت وتعجن في كلام فاضي وضيعت من وقت المصلحة حوالي 5 6 دقايق يبقى عندك خصم يومين. مع السلامة. والله الحمد لله على السلامة يا عبد الحفيظ. الله يسلمك يا رفعت. واتنقلت مصر امتى يا عبد الحفيظ؟ من امبارح يا عمتي، بس استلمت الشغل النهارده. طب وما جيتش تقعد معانا ليه يا ابني؟ وها كنت تنام مع رفعت ابن عمتك.
والله ما حبيتش اضايقكوا عمتي، فرحت خدت لي اوضه في لوكاندا هنا في شارع الازهر لحد ما الاقي لي سكن. اسمها ايه اللوكاندا دي؟ اسمها لوكاندا التكال على الله. حلوة قوي والله يا رفعت، والاوضه فيها تقف بحوالي 17 قرش في الليله. وازاي البنت حميده المغنوتيه عامل ايه معاها؟ اسكت يا رفعت، اما دي عامله حته غنوه جديده اسمها العتبه جزاز، انما تهوس. طيب يا عبد الحفيظ، انا اسف قوي، كان نفسي اقعد معاك شويه لكن مضطر انزل عشان عندي شغل دلوقتي. شغل؟ انت بتروح الشغل الساعه 9 بالليل؟ لا، انا اصل الشغل بتاعي ملوش مواعيد. عن اذنك، يبقى خلينا نشوفك. طب مع السلامه. أنستنا يا عبد الحفيظ، وازاي اللي في البلد كلهم، وعيشة والحاج تسوقي كويسين الحمد لله. وامك واختك ازيهم يا عبدو؟ بيسلموا عليك يا عمتي. ايه مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟ اصلهم وحشوني قوي يا عمتي. انت صغير يا عبد الحفيظ عشان تعيط. الله، امال اللي بيسافروا بره وبيسيبوا اهاليهم بيعملوا ايه؟ بيعيطوا برضو يا عمتي. طب بس عيب بقى، انت كبير. اصل يا عمتي انا اتولدت وترعرعت وتعلمت وتخرجت وتوظفت في كفر ابو مرجيحه، ودي اول مره اسيب فيها الكفر زي ما انت عارفه. طب بس تعملش في نفسك كده، اما اقوم اجيب لك تتعشى، عندنا مسقعه هتعجبك قوي. لا معلش يا عمتي، ماليش نفس دلوقتي. الله، طب خليك قايم رايح فين؟ هنزل اتمشى كده شويه وبعدين اروح على اللوكاندا. طب استنى بقى اما اعمل لك سندوتش تتسلى فيه وانت ماشي. ها، اعمل لك جبنه ولا حلاوه يا عبدو؟ لا، خليه سندوتش مسقعه يا عمتي. يا ستار، ايه الهلمة دي مصر دي زحمة قوي. جزاز وسلم نايلو نايلو وين كنا عزاز قربوا طلوع حيلو وين. الله، حميدة ايه اللي جابها هنا؟ دي بتغني العتبة جزاز هي بعينها، لكن يطلع ايه ده؟ سينما ولا تياترو؟ ايه؟ كازن والعتبة جزاز؟ يلا اخش اشوف واسمع حميدة هنا، وهو الواحد يقضي له سهرة من نفسه. مالك يا روحي ويا حياتي يا ولد، عمال تزعق وتهاتي يا ولد، باين عليك بلدياتي والحب بقلبك شايله ويل. العتبة جزاز وسلم نايلو نايلو ويل كنا عزاز قرب وطلوع حلو ويل. العتبة جزاز وسلم نايلو نايلو ويل. النضارة مغبشة، اما امسحها عشان اسمعها كويس. نظرة عينك هتجنني يا ولد، حوش عني حوش سحر النني يا ولد، غمض كفاية لا تسحرني وده سحر محدش طايله ويل. العتبة جزاز. موجود. ابراهيم تعالى اقفل الباب وراك كويس. الساعة بقت 11 يا أستاذ عباس. واخد بالي. طلع جهاز اللاسلكي يا عم. الإشارة بتقول إيه يا أستاذ عباس؟ المندوب الجديد اللي بعتها الشبكة وصل الليلة. يعني ضروري قاعد في الصالة دلوقتي مع المتفرجين. فاكر أوصافه إيه؟ لا فاكر كويس. بدلة مهرولة ولابس نظارة وماسك لفة في إيده. خد بالك كويس. حاضر يا فندم. انزل بقى انت الصالة وانا هحصلك. حاضر. اسمع يا ابراهيم اسمع. نعم. خلي هدى تيجي بعد ما تخلص نبلتها. حاضر. جزاز وسلم نايلو نايلو ويل كنا عزاز قرب وطلوع حلو ويل. العتبة جزاز والسلم نايلو نايلو ويل.
مفتخرة قوي. ده انت غلبتي حميدة والله. يا سلام، صوتها يجنن. يعني عجبتك قوي؟ قوي قوي، دي هلمة قوي. الله، رفعت مش معقول. انت ايه قبل اللي جابك هنا؟ سمعت الغنوة دي وانا ماشي افتكرتها حميدة، قلت اخش اتفرج واسمع غنوة بلدنا. لكن تعالى هنا، انت مش قلت انك رايح الشغل؟ هو ده بقى الشغل اللي انت جاي له؟ لا ابدا، انا بس جاي اقابل واحد صاحبي هنا. لا يا شيخ، عليا انا الكلام ده. فقاستك، انا فقاستك. وايه اللفه اللي في ايدك دي؟ ده سندوتش مسقعه عملته لي عمتي ولفته لي في الجورنال. لكن قول لي، البنت اللي كانت بتغني دي اسمها ايه؟ الله الله الله، انت عينك هتزوغ ولا ايه؟ لا لا، انا معجب بس بصوتها وايه كمان؟ وبس. سيداتي وسادتي، إليكم الراقصة اللولبية علية سوسن. خش. انت عايزني يا بيبي؟ اهلا اهلا حبيبتي، اهلا. تعالي تعالي، اقفل الباب وراكي. يا اخواتي يا اخواتي. خرابي يا اولاد يا خرابي، قمر والنبي قمر. الفستان ده يبقى نايلون ولا شفتشي؟ يا اخواتي، اخصى عليك يا عباس. احب الملبن يا خرابي. بيتهيألي كده احطك في الرغيف واعملك ساندويتش واكلك. يا اخواتي، ويبقى ساندويتش ايه بقى؟ ساندويتش ملبن. قولي بقى، نعم. انت كنت عايزني ليه؟ ايوه يا ستي، شوفي، المندوب الجديد اللي بعتها الشبكه جات لنا اشاره انه وصل. يعني ضروري قاعد في الصاله دلوقتي. اول ما هنعرفه انا وابراهيم هنديلك اشاره تروحي داخله وتديله اشاره التعارف. عارفاها؟ ايوه. هقول له العتبه جزاز، يقول لي السلم نايله في نايله. يلا بينا. استاذ عباس. يا ابراهيم، متهيألي هو اللي هناك ده اللي ماسك لفه في ايده. عليك نور. ودي كانت نهاية وده. حلقتنا النهاردة، وده. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش الحلقات الجاية على قناة صوت من زمن جميل. مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا. مش معقول، ده انت والله حاجه روعه خالص. ميرسي خالص. تسمح لي بكلمه في ودنك؟ نعم. العتبه جزاز والسلم نايله في نايله. يبقى هو العتبه جزاز والسلم نايله في نايله. اهل عزاز، خدوا بالكم اللي انا قايله.